في نوع من القضايا بيبقى أكتر من أي قضية تانية، مش علشان في فلوس ولا علشان في حين، لكن علشان أول فيديو بينزل فيها بيقدر يحدد مين البطل ومين الشرير قبل ما الحقيقة نفسها تظهر. تلاقي واحدة طالعة بتعيط أو واحد صوته مكسور، وفجأة ملايين الناس قرروا مين المظلوم ومين الظالم، من غير تحقيق ومن غير أدلة كاملة ومن غير حتى ما يسمعوا الطرف التاني. وده بالظبط اللي خلاني أقف عند قضية هيام أشرف. بعد ما بعتله فيديوهات وصور دي كانت منزلة. مش لاني داخله ادافع عن حد ولا اني داخله اهاجم حد، انا داخله اسال سؤال واحد: احنا ليه بقينا بنحكم على الناس من فيديو مدته دقايق؟ وليه اول حد يمسك الموبايل ويشغل الكاميرا غالبا هو اللي بيكسب تعاطف الناس؟ الغريب ان بعد ساعات بس القصه كلها اتقلبت وظهرت روايه تانية خلت ناس كتيره ترجع تسال نفسها احنا استعجلنا لما حكمنا؟ وده اللي هنتكلم عنه النهارده، مش بعاطفه ولا بانحياز لكن بالعقل، لان في القضايا اللي زي دي اخطر حاجه ممكن تعملها انك تصدق اول روايه، واخطر منها انك تكذبها من غير دليل. يلا بينا نبدأ. هيام أشرف طلعت تبكي والناس كلها تقريبا وقفت في صفها. بعدها بساعات الزوج ظهر وقال كل اللي اتقال ده ناقصه نص الحقيقة. وفجأة بقينا قدام روايتين، رواية بتقول فيه تهديد وابتزاز، ورواية تانية بتقول في خلافات مالية كبيرة وإن القصة اللي الناس صدقتها ناقصة تفصيلة مهمة جدا. طيب احنا نصدق مين؟ هل الدموع لوحدها تكفي؟ هل أي تسجيل صوتي بينتشر على السوشيال ميديا يبقى دليل كامل؟ وليه كل طرف اختار يحكي جزء معين من القصة؟ النهاردة مش هنمشي ورا العاطفة ولا هنمشي ورا الترند، هنمسك القصة من أولها ونفككها نقطة نقطة ونشوف ايه اللي احنا عرفناه فعلا وايه اللي لسه مجرد كلام بيتقال على السوشيال. بصوا يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم حاجة قبل أي كلمة، أنا مش محامي بدافع عن هي ولا إني محامي بدافع عن جوزها، ولو بعد الفيديو ده حد قال إن أنا بدافع عن طرف ضد طرف يبقى غالبا سمع أول 5 دقايق وقفل. أنا اللي يهمني في أي قضية من النوع ده حاجة واحدة بس: احنا بنتعامل مع الأخبار بعقل ولا بعاطفة؟ لأن بصراحة بقى عندنا عادة غريبة جدا، أول واحد يطلع يعمل فيديو هو اللي بيكسب الجولة الأولى، حتى لو بعد يومين يطلع إن نص الكلام كان ناقص. وده مش معناها إن الطرف الأولاني كذاب ولا برضك معناها إن الطرف التاني صادق، لكن معناها إن الحقيقة عمرها ما كانت بتطلع في أول فيديو. علشان كده أول ما شفت فيديو هيام قلت لنفسي استنى، مش علشان أكذبها لكن علشان أعرف إذا كان في رواية تانية ولا لا. وبالفعل بعد وقت قصير الزوج نزل واتكلم، ومن هنا بدأت القصة تبقى أعقد بكتير، لأننا بقينا قدام روايتين وكل رواية بتقول إن التانية ملفقة. طيب نعمل إيه؟ ببساطة نرجع لأول نقطة: إيه اللي هيام قالته فعلا وإيه اللي الزوج رد بيه، وبعدين نشوف فين نقاط الاتفاق وفين نقاط الخلاف وإيه اللي لسه محتاج تحسمه التحقيق. لأن أخطر حاجة في الزمن اللي إحنا فيه إن الناس بقت بتحكم من خلال مقاطع وفيديوهات مدتها دقايق، ده عمره ما كان كفاية علشان نعرف الحقيقة كاملة. خلونا نبدأ بالرواية الأولى. هيام طلعت في فيديو وهي منهارة وبتقول إن جوزها اللي هو موجود برا مصر هددها بفيديوهات خاصة بينهم، وإنه ممكن يستخدمها ضدها أو ينشرها أو يبيعها. ودي لوحدها تهمة خطيرة جدا، لأن أي تهديد بفيديوهات خاصة أو صور خاصة أو أي حاجة تخص الحياة الشخصية بين زوج وزوجة ده مش معناه خلاف عائلي عادي، ده باب تاني خالص، ده ابتزاز وتدمير نفسي. وده لو ثبت يبقى لازم صاحبه يتحاسب حساب شديد، لأن مفيش حاجة اسمها دي مراتي أو ده جوزي وإحنا بينا خلاف فبالتالي أقدر أستخدم أسرار العلاقة كسلاح. لأ، العلاقة الخاصة مش خزان التهديد، والثقة اللي بين الزوج وزوجته مش مفروض تتحول في يوم من الأيام لسكينة على رقبة حد فيهم. ودي نقطة لازم تتقال بوضوح من الأول: لو أي راجل أيا كان هدد واحدة بصور أو فيديوهات أو أسرار شخصية يبقى ده شخص خطير ومفيش هزار في الموضوع ده. لكن، وهنا كلمة لكن مهمة جدا، هل مجرد إن شخص قال إن ده حصل يبقى ده معناه إننا نحكم وخلاص؟ لأ، لأن في المقابل لو شخص اتهم شخص تاني بتهمة زي دي كذب فبرضه دي مصيبة. ليه بقى؟ لأن الاتهام ده لوحده كفيل يهد بيت ويكسر سمعة ويخلي الناس تحكم على إنسان حتى لو بعد كده طلع مريء. يعني احنا قدام تهمتين كبار، يا إما فيها ابتزاز وتهديد يا إما فيها اتهام خطير يتقال للرأي العام من غير ما يكون حقيقي، وفي الحالتين الموضوع مش بسيط. وعلشان كده لازم نبطل حكاية إننا نسمع أول فيديو ونقول خلاص عرفنا كل حاجة. لا يا جماعة، ما عرفناش، احنا سمعنا بداية القصة بس. هيام في الفيديو بتاعها اعتمد على نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى إنها قالت إن جوزها هددها بالفيديوهات، والنقطة التانية إنها عرضت أجزاء من مكالمة بينها وبينه كدليل على الكلام ده. وهنا بقى لازم نقف، مش علشان نهاجمها لكن
علشان نسأل سؤال منطقي جدا، لما يبقى معايا مكالمة بتثبت ان شخص بيهددني ليه اعرض منها جزء صغير بس؟ ليه ما اعرضش المكالمة كاملة؟ انا هنا مش بقول ان الجزء المقطوع كذب، ولا بقول ان هيام بتلفة، انا بقول ان اي دليل ناقص يفتح باب اسئلة، وده طبيعي. لو جبت لقطة من فيلم مدته 10 ثواني ممكن تخلي البطل شرير، ولو جبت ال10 ثواني اللي بعدها ممكن تكتشف انه كان بيدافع عن نفسه. السياق مهم، الكلام اللي قبل الجملة مهم، والكلام اللي بعده اهم، والنبرة مهمة جدا، والسبب اللي اتقالت فيه الجملة مهم. علشان كده في اي قضية التسجيلات والمحادثات لازم تتعرض كاملة على جهات التحقيق، مش على الجمهور بس، لان الجمهور هيسمع اللي قدامه ويحكم، لكن المحقق المفروض يسمعه كله، يسمع البداية والنهاية، ويعرف مين بدأ الكلام ومين كان بيرد على ايه، وهل الكلام كان تهديد حقيقي ولا كان ردة فعل في خناقة ولا كان كلام خارج من سياقه. طبعا في ناس هنا هتقولي يعني انت بتبرري التهديد. لا يا حبيبتي، انا مش في ماتش كورة يا اما اهلي يا اما زمالك، انا ما ببررش حاجة، انا بقول ان الاتهام الخطير محتاج دليل كامل، والدليل الكامل مش جزء مقطوع من مكالمة. ده مش معناها ان صاحبة الاتهام كذابة، بس معناها اننا ما نقدرش نحكم من الجزء اللي اتعرض. هنا بقى نيجي للرواية التانية. الزوج طلع وقال كلام مختلف تماما، هو ما انكرش ان في خلاف، لكن قال ان الخلاف مش بدأ من حكاية الفيديوهات، هو قال ان الموضوع فيه فلوس وفيه مبالغ كبيرة وفي ثقة اتكسرت وفي تفاصيل كانت موجودة قبل ما الفيديو انتشر. وحسب روايته هو كان بيبعت فلوس كتير سواء للمصاريف او تجهيزات او حاجات تخص الجواز والبيت، وقال ان في مبالغ راحت وما رجعتش، وانه اكتشف بعد كده ان الصور اللي كانت واصله له مش حقيقية. وبرده هنا لازم نكون واضحين، كلامه مش حكم نهائي، هو كمان طرف في الخلاف، وطبيعي جدا اي طرف هيحاول يظهر نفسه انه مظلوم. بس الفرق ان ظهور الرواية التانية خلانا نعرف ان القصة مش مجرد زوج بيهدد زوجته وخلاص، في خلفية وفي فلوس وفي وعود وفي علاقات اتكسرت وفي ثقة وقعت على الارض واتبهدلت كالعادة، لان الانسان لما بيقرر يعقد الدنيا ما بيسيبش تفصيلة الا ويجيبها معاه. وهنا السؤال اللي لازم يتسأل، لو في خلاف مالي كبير بين الطرفين هل ده ينفي موضوع التهديد؟ لا، ممكن يكون في خلاف مالي وفي نفس الوقت يكون في تهديد، وممكن يكون في خلاف مالي والطرف التاني استخدم حكاية التهديد كسلاح في الرأي العام. الاتنين محتملين، علشان كده مش هينفع نقول طالما في فلوس يبقى هيام كذابة، ولا ينفع نقول طالما هيام بتاعتش يبقى الزوج كذاب. الحقيقة مش بالسهولة دي، لكن وجود الخلاف المالي يخلينا نفهم ان القصة اوسع من الفيديو الاول، وده مهم لان الفيديو الاول حسب اللي اتنشر ركز على نقطة التهديد فقط، لكن لما الزوج اتكلم دخلنا في ملف تاني خالص، الفلوس والتجهيزات والثقة وعلاقة الزوج بأهل الزوجة ودور الأم في القصة. وهنا تظهر نقطة حساسة جدا، موضوع والدة هيام. في الرواية اللي انتشرت بعد كده الزوج ربط جزء كبير من الأزمة بالوالدة وبالديون والضغوطات اللي حصلت قبل وفاتها، ودي نقطة مش سهلة لأننا بنتكلم عن شخص متوفي وما ينفعش يتحول لجزء من خناق السوشيال ميديا بشكل جارح. لكن في نفس الوقت لو النقطة دي جزء من أصل الخلاف يبقى لازم تتفهم بهدوء. الزوج بيقول إن في مبالغ كانت مرتبطة بالوالدة وإن في ديون وإن الموضوع ده أثر على العلاقة كلها. طيب ليه النقطة دي مهمة؟ لأن هيام في الفيديو الأول ما ركزتش عليها بالشكل اللي يخلي الناس تفهم خلفية الجملة اللي اتقالت عن والدتها. المشهد العادي لما يسمع جملة قاسية عن الأم طبيعي يتصدم وطبيعي يقول إيه القسوة دي، لكن لما يطلع الطرف التاني ويقول إن الجملة دي لها سياق متعلق بديون وضغوط وانهيار سابق، ساعتها الجملة برضه بتفضل قاسية بس فهمها بيختلف، مش تبرير لكن تفسير. وفي فرق بين الاتنين، التبرير يعني أقولك عادي يتقال كده ولا مش عادي، لكن التفسير يعني خلينا نفهم الكلام اتقال في انهي سياق وليه الطرفين وصلوا للمرحلة دي. ودي نقطة مهمة جدا لأي حد بيتفرج علينا دلوقتي، مش كل جملة وحشة معناها ان صاحبها هو الشرير المطلق، مش كل ده معناها ان صاحبتها ملاك. البشر أعقد من كده للأسف، كان نفسي يبقوا أبسط شوية ونخلص بس لا، لازم دراما متعددة الطبقات. بعد كده نيجي لنقطة الفيديوهات نفسها. هيام قالت ان في تهديدات بفيديوهات خاصة، الزوج رد وقال ان الموضوع مش بالشكل ده، وان في طرف ثالث قال ان عنده حاجات تخصها، او ان في كلام اتفتح من شخص تاني، وان هو مش محتاج يعمل كده ولا يبيع حاجة. هنا بقى لازم نكون حذرين جدا، لان مجرد وجود كلام عن فيديوهات خاصة حتى لو من طرف ثالث دي كارثة. مين الشخص ده؟ ازاي وصلت الحاجات دي لو موجود اصلا؟ هل فعلا موجودة؟ هل الزوج كان بيهدد بيها ولا كان بيقول لها ان في حد
حد بيعرض عليه الكلام ده. دي اسئله جوهريه ومش هتتحل على فيسبوك ولا في التعليقات ولا حتى في لايف. دي تتحل بتحقيقات وفحص اجهزه ومحادثات ومصادر ومعرفه مين معاها ايه ومين قال لمين وامتى وباي نيه. لكن برضه من حقنا كمتابعين نسال لو في فيديوهات خاصه فعلا، هل الزوج هو مسطره ولا في طرف تالت؟ ولو في طرف تالت الطرف ده دخل القصه ازاي؟ ولو مفيش فيديوهات اصلا يبقى مين اخترع النقطه دي وليه؟ كل سؤال من دول يفرق جدا، لان الاتهام هنا مش بسيط. احنا مش بنتخانق على مين دفع فاتوره المطعم، احنا بنتكلم عن تهديد وابتزاز وتشويه سمعه، ودي حاجات ممكن تدمر حياه انسان. علشان كده اي حد بيتكلم في القضيه دي لازم يبقى فاهم ان كل كلمه ليها ثمنها. حتى احنا كصناع محتوى ما ينفعش نطلع نقول هو واضح مين كذاب، لا، اللي واضح ان في تناقض، واللي واضح ان في نقاط ناقصه، واللي واضح ان الطرفين عندهم روايات مختلفه. اما الحياه الكامله فهي عند الادله الرسميه. بس برضه ده ما يمنعش اننا نحلل، لان التحليل غير الحكم. الحكم يقول ده مذنب، التحليل يقول النقطه دي محتاجه تفسير، وده اللي بنعمله هنا. في نقطه تانية انا شايفه انها اخطر من القصه نفسها، وهي اننا بقينا بنتعامل مع السوشيال ميديا كانها محكمه. اول فيديو ينزل الناس تحكم، اول لايف يتعمل الناس تصدر الاحكام، واول هاشتاج يطلع يبقى خلاص بالنسبه للناس كتير القضيه اتقفلت. مع ان الواقع بيقول ان اغلب القضايا الكبيره بيطلع فيها تفاصيل جديده كل يوم. ممكن دليل يظهر، ممكن تسجيل كامل ينتشر بعد ما كنا سمعنا جزء منه، ممكن شاهد يتكلم، وممكن تحقيقات تثبت حاجه مختلفه تماما على اللي الناس كانت مقتنعه بيه. علشان كده لازم نفرق بين حاجتين، ان انت تتعاطف مع شخص ودي حاجه انسانيه، وان انت تدين شخص ودي مسؤوليه كبيره. انا ممكن اتعاطف مع اي انسان بيقول انا تعرضت للاذى، لكن في نفس الوقت لازم اسيب مساحه لاحتمال ان الصوره لسه مش كامله، وده مش ضعف، ده عدل. لان العدل معناه انك تسمع كل الاطراف مش اول طرف بس، وده للاسف بقينا نفتقده. بقينا نحب الاحكام السريعه لانها اسهل، لكن الحقيقه عمرها ما كانت سهله. خليني اقول لكم حاجه، لو بكره التحقيقات اثبتت ان اي تهديد او ابتزاز حصل فعلا، فالقانون لازم ياخد مجراه بكل حد. ولو اثبتت ان في ادعاءات غير صحيحه او معلومات اتعرضت بشكل مبرر، فبرضه القانون هو اللي لازم يتعامل مع ده. في الحالتين الفيصل مش احساسي ولا احساسي، الفيصل هو الدليل. وده يمكن اهم درس في اي قضيه بتحول لترند، اننا ما نخليش الترند يبقى اقوى من الحقيقه، لان الحقيقه ممكن تتاخر لكن لو ظهرت هتفضل حقيقه. اما الانطباعات فهي بتتغير كل يوم. وده يمكن يخلينا نسال نفسنا سؤال مهم، احنا كمشاهدين هل بقينا بندور على الحقيقه ولا بقينا بندور على الروايه اللي توافق مشاعرنا؟ لان في فرق كبير بين الاثنين، واعتقد ان الفرق ده هو اللي بيحدد اذا كنا بنفكره. في نقطه تانية انا شايفه انها تستحق وقفه، وهي احنا بقينا بنخلط بين الدليل والانطباع. ايه الفرق؟ الدليل هو حاجه تقدر تتحقق منها، اما الانطباع فهو الاحساس اللي وصل. مشكله السوشيال ميديا ان الانطباع بيسافر اسرع بكتير من الدليل. يعني ممكن فيديو مدته دقايق يخلي ملايين الناس تطور رأي، لكن لما تنزل بعدها مستندات او ردود او تحقيقات او حتى توضيحات تلاقي نص الناس اصلا ما شافتهاش. وده مش في القضيه دي بس، ده بقى نمط بيتكرر. اول روايه تنتشر بسرعه، اما باقي التفاصيل هتوصل متاخره. وعلشان كده وانا بتفرج على اللي حصل لقيت نفسي بسال سؤال بسيط، احنا ليه بقينا مستعجلين قوي؟ ليه لازم كل قضيه يبقى فيها بطل وشرير من اول يوم؟ ليه ما نستناش لما الصوره تكبر؟ انا عارفه ان الناس هتقول بس احنا لازم نقف مع الضحيه، وانا متفق معاكم، لكن السؤال هو مين الضحيه؟ وده السؤال ما ينفعش انا ولا انت نجاوب عليه من فيديو واحد، اللي يجاوب عليه هو الدليل. وده سبب ان اي قضيه بتوصل للتحقيقات لازم نديها فرصه تمشي في طريقها الطبيعي، لان في حاجات احنا مش بنشوفها، في محادثات كامله وفي شهود وفي تقارير وفي تفاصيل عمرها ما بتنزل على الفيسبوك. علشان كده اللي يهمني اكتر من مين يكتب القضيه ان العداله هي اللي تكسب. لو ثبتت ان في جريمه يبقى القانون ياخد مجراه، ولو ثبت ان في اتهام غير صحيح برضه القانون ياخد مجراه، لان الظلم واحد، سواء ظلم انسان بالفعل او ظلم باتهام، وفي الحالتين النتيجه ممكن تبقى تدمير حياه كامله. وده يخليني اتكلم عن نقطه مهمه جدا، احنا مكتابين ايه دورنا؟ هل دورنا نحول نفسنا لقضاة ولا دورنا نتابع ونحلل ونستنى النتيجه؟ انا شايفه ان اخطر حاجه حصلت في السنين الاخيره ان يبقى عندنا احساس ان كل واحد فينا لازم يكون عنده حكم نهائي في كل قضيه، مع ان اوقات كتير اشجع كلمه ممكن تقولها هي انا لسه مستني الحقيقه. والغريب ان الجمله دي بقت نادره، مع انها اصدق جمله ممكن تتقال، لان الاعتراف انك لسه ما تعرفش
مش ضعف، بالعكس ده احترام للحقيقة. وده اللي اتمنى يبقى موجود في كل قضية بتتحول لترند، اننا نسمع ونفكر ونسأل لكن ما نقفز باستنتاجات قبل ما الصورة تكتمل. وفي النهاية انا مش طالبة منك بعد الفيديو ده تصدق هيام، ولا طالبة منك انك تصدق جوزها. انا طالبة منك حاجة واحدة بس، ما تبقاش اول واحد يحكم، لان اسهل حاجة في الدنيا انك تكتب تعليق، واسهل منها انك تعمل شير، لكن اصعب حاجة انك تستنى الحقيقة. احنا للاسف بقينا في زمن الناس بتحكم فيك قبل ما التحقيق يبدأ، تدين قبل ما الادلة تكتمل، ولو بعد شهر طلع ان الصورة كانت مختلفة محدش بيرجع يصلح الضرر اللي حصل. لا السمعة بترجع بسهولة ولا الضغط النفسي بيتشال بكلمة اسف. علشان كده انا دايما بحاول افصل بين التعاطف وبين اصدار الاحكام. من حق اي انسان يحكي اللي مر بيه، ومن حق اي طرف يرد، لكن في الاخر اللي يفصل بين الروايات مش عدد المشاهدات ولا عدد اللايكات ولا مين عيط اكتر، اللي يفصل هو الدليل. ولو التحقيقات اثبتت ان في جريمة يبقى القانون لازم يطبق من غير تردد، لو اثبتت ان في ادعاءات غير صحيحة فبرضه القانون لازم يتعامل معاها، لان العدالة ما ينفعش تبقى الطرف دون الطرف التاني. وفي النهاية يمكن اهم درس في القصة دي كلها مش متعلق بهيام ولا بجوزها، اهم درس اننا كلنا محتاجين نراجع طريقة تعاملنا مع اي قضية بتتحول لترند. اسمع واسأل وحلل لكن ما استعجلش، لان الحياة ساعات بتتأخر، لكن لما بتوصل بتكتشف قد ايه كنا مستعجلين. ووصلت لحد هنا اكتب لي في التعليقات رأيك، لكن من غير تجريح في اي حد ومن غير اي اتهامات احنا ما بنملكش دليل عليها. خلينا نختلف باحترام ونسيب الكلمة الأخيرة للجهات المختصة. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لك كل جديد، واشوفك في الفيديو الجديد بإذن الله.